السلام عليكم خوتي خواتاتي. دوري ابطال افريقيا وصل المرحله ديال النهائي دوري المجموعات. اذا الجيش الملكي ونهضه بركان عندهم مقابلتين صعبتين، خاصه الجيش الملكي سيقابل الاهلي المتصدر ب9 نقاط، الملكي ب8 ديال النقاط بعد الفوز ديالو على يونغ افريكانز وشيبه القبائل. اذا الى الجيش الملكي ان شاء الله انتصر غادي يولي هو متصدر المجموعه، وذلك ما نتمناوه ان شاء الله. يوم الاحد القادم ان شاء الله نتعرفوا على النتيجه ديال الاهلي مع الجيش الملكي، ونتمناو حظا طيبا للجيش الملكي. نهضة بركان هو اللي في موقف اصعب كثيرا، حيث انهزم امام بيراميدز المصري ب3-0 في تراجع خطير، وامام باور ديناموس ب2-0. وكان الجمهور البركاني يقول بان المدرب التونسي الشعباني يفكر في تدريب المنتخب التونسي الاول، ما اثر على نفسيته وعلى تركيزه كما ورد في الكواليس. وهكا اخواني، الى انتصرت نهضة بركان على الضيف ديالو ريفرز يونايتد النيجيري في بركان نهار السبت، بعد غد السبت، اذا سيتاهل مباشره للدور المقبل. وذلك ان شاء الله خاص يكون التكتيك مزيان والحاله النفسيه والذهنيه، خاصه ان نهضة بركان من يستقبل في الميدان ديالو يكون قوي، وربما على حسب المعلومات ديالي لم يسبق ان انهزم نهضة بركان في الميدان ديالو في كاس الكونفدراليه هذا العام. في دوري ابطال افريقيا كاين واحد التراجع نسبي في المباراه الاخيره، نتمناو يداركها معين الشعباني. وحظا طيبا لممثلي المغرب الجيش الملكي ونهضة بركان. اخواني، واحد لايك من عندكم واشتراك في القناه ان شاء الله، وتعليق حول النتيجه اللي كتنتظروها من الجيش الملكي ونهضة بركان ان شاء الله في مصر وفي بركان.